السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد قرفان ومخنوق ومتضايق يعني. خسرنا أهم ماتش في السيزون أو خسرنا الديربي. الأهلي لو كسب الماتش الجاي وأنت اتعثرت، أو لا في ماتش اللي أنت هتبقى فيه باي والأهلي كسب، هو يبقى راكب الدوري فرق النقطة. أنت كل على مراحل الدوري من ساعة ما بدأنا الدوري لحد الماتش ده، أنت كل ما الأهلي يبعد عن المنافسة أنت بترجعه، كل ما الأهلي يبعد عن المنافسة أنت بترجعه. مدرب لا حول له ولا قوة. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله. انا قاعد ما بين الشوطين كتبت على الفيسبوك حسين الشحات هينزل يجيب جون. بعد كده قلت لا همسحها، لا الناس تترول والكلام ده كله. هي باينه للاعمى ان اي حد سريع هينزل يلعب في جبهه بنتايج وادم كايد، هو هينزل هيفرق. هي باينه. طب لما حسين الشحات نزل انا رحت كاتب إيه؟ لازم ادم كايد يخرج. عيل فافي، لا بيلتحم ولا بيجري، ما بيعملش حاجه غير ان هو ممكن يطلع لك باص صح، باص صح في 90 دقيقه. انما مردوده لعيب يعني. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لعيب يعني مش لعيب كوره، ده مش لعيب كوره، ده مش لعيب، حرفيا مش لعيب كوره. ومدرب قاعد نايم بره. يعني معظم الناس الزملكاويه اللي قاعدين بيتفرجوا في البيوت بقى وفي الاستاد هات اي حد زملكاوي معدي هيقول لك الاهلي هيتعادل وهيكسب. انا خالي كلمني ما بين الشوطين قال لي ايه؟ قلت له 2-1 للاهلي. هي باينه، هي باينه. انت من ساعه ما جبت الجون وانت سايب للاهلي الكوره. قبل الماتش الناس كلها عارفه، وانت كمدرب عارف، وانت كمحلل اداء شغال معاه عارف، وانت كجمهور عارف، وانت كمحلل عارف ان اضعف خط في الاهلي هو خط دفاعه. نص ملعب الاهلي ما بيرجعش يساند ورا، معروفه. ليه تجيب الجون وتريح؟ ليه تسيب لهم الاستحواذ؟ انت ده يا راجل، ده انت سبت الاستحواذ للجونه دخل فيك جون، سبت الاستحواذ لوادي دجله اتغلبت. وانت فرقه صغيره بتجيب جون وتنام؟ يا راجل ده حتى الفرق اللي اتعادلت مع الاهلي واللي كسبت الاهلي وهي كسبانه وهي متعادله بتهاجم، عارفه ان ده اضعف خط في الاهلي. لا بيعرف يبني ولا بيعرف يبني كوره، ولا بيعرف يطلع كوره، بيخش على بعض وبيلخبطوا بعض، ما بيعرفوش يتكلموا مع بعض. يعني حاجه بقى واضحه للاعمى. انت كمدرب قاعد بره بتعمل ايه؟ انت كمدرب بره بتعمل ايه؟ ناصر ماهر الكرة اللي ضيعها في اول الشوط الاولاني، قلنا مش مشكلة عادي لسه بداية المباراة. كم كورة في نص الشوط الاول بتجيله قادر يطلع بزيرة انفرادات، قادر، هو قادر يعني. الريسك في الباص ياخده يطلعه انفراد، يلف ويقعد يتحنكش لحد الكرة ما تقطع. طب وبعدين؟ انا واحد برضو تاني وتالت وعاشر ما كنتش حاطط امل السنه دي ان انا اخد الدوري قد ما كنت عايز اشارك دوري ابطال. بس المنافسين بيقول لك خد الدوري، المنافسين كانوا بيقولوا لك خد الدوري اهو، كانوا عمالين يقعوا وانت مقابل بتهديهم في ماتشات ما كانش ليها لازمه. جه النهارده ماتش النهارده فوقك اتغلبت، خلاص انت كده هتفوق. لازم يعني تبقى مضغوط. مش عارف بصراحه، يعني حاجه تقرف. وبرضه تغيير الدونجا، يعني هو برضه يعني انت دونجا غاب في دجله اتغلبت، دونجا خرج في، اللهم صل عليك يا نبي، دونجا خرج في ماتش الجونه اتعادلت، برضه تروح تطلع دونجا تاني النهارده وانت مغلوب. الاهلي راح بكورتين ثلاثه كان هيجيبهم جون، كان بيقتل الماتش. الاهلي بقى كسبانك 2-1 وبيهاجم. وناصر منسي يا راجل، يا راجل رقنا نشف من اول الموسم. السنه اللي فاتت كانت سنه استثنائيه، كانت سنه استثنائيه. هو راجل بتاع صندوق الكره دول يحط جون خلصت. ده هو ده اخره، هو ده اخره، ما يعملش حاجه اكتر من كده. ليه وعمرو ناصر راكنه جنبك ليه؟ ادم كايد ليه اصلا؟ ليه اصلا ادم كايد؟ ليه ادم كايد تاني وتالت وعشر مليون؟ ليه؟ ده انا هتجنن. ده انا راجل ما بفهمش فنيات وتكتيك والكلام ده، انا راجل على الله بشوف بعيني، يعني اللي انا بتشوفه بقوله. يعني انا وانا قاعد عارف اقسم بالله ان الجون او الاهلي هيكسب من الحته دي، وعارف ان بنتايج هيعمل بيلن، ان بنتايج مندفع وبيتزحلق واللعيب جاي في ظهره بيعمل تاكلينجات. انا عارف ان ده هيحصل. خلاص ما احنا قاعدين بنتفرج على الفرقه، ورحنا الاستاد شفنا الفرقه كمان على ارض الواقع، فخلاص بقينا عارفين نقط ضعفنا فين ونقط قوتنا فين، عارفين. واخرتها ايه؟ طيب اتغلبت ماتش مستحق مليون المية، انت ما جيتش غير اول 10 دقايق. اول 10 دقايق نزلت تك تك هزيت الاهلي نفسيا، وحسيت ان انت بقى الوصول للجون سهل، استسهلت بقى بتلعب الطويله اللي رجعت الاهلي نفسيا تاني الماتش.
الاهلي مديها 10 لحد الحكم ما صفر وهو ماسك الكوره، هو مبهدلك. الاهلي الكوره بتتقطع منه بعدها مثلا ما بيكملش ثواني الكوره بيسترجعها تاني. احنا دقيقه مش عارفين نحافظ على الكوره، دقيقه على بعضها مش عارفين نحافظ على الكوره. الاهلي مسافه ما بيفقد الكوره على طول هوب بيستردها تاني وبيبدا عليه هجمه تاني. والاهلي مش حلو، اللي مضايقك ان الاهلي فعلا مش حلو. هو الاهلي مستحوذ برضه، مش دي الفرقه اللي تخوف، يعني مش دي الفرقه اللي تخوف. انت سبت لهم الماتش، انت قلت لهم خدوا اكسبوا، انت مدرب ملط، انت مدرب ملط. مش عارف محللين الاداء اللي معاك ازاي اصلا. يعني الناس المحللين الاداء بتوعك ازاي ما يقولكش ان ادم كايد ده ما ينفعش، ما ينفعش. يعني هو خلاص حتى بعد نزول حسين الشحات هو برضه ما ينفعش، وقبل نزول حسين الشحات ما ينفعش. انا كاتب قبل الماتش ادم كايد ده لعيب ما ينفعش يلعب. يعني هو لا مهاري ولا سريع ولا قوي في الالتحامات ولا اي حاجه. امبارح برضو نزلت بوست ان ماتشات القمه بتتكسب بالروح والغل قبل الفنيات، وده اللي حصل. لعيبه الاهلي نازله بالجز، لعيبه الاهلي نازله بالجز. انت هنا الدوري المصري مفيش بقى تيكي تاكا ونرحل المدافع يرحل كده والباك يغطي وراه. القصه دي مش في الدوري المصري بتاعنا. الدوري بتاعنا المصري عايز تنزل تغل يا باشا هتكسب، ان الله يحب المحسنين. شغل بقى ان هات ده من هنا وود هنا، ده مش في، ده مش هنا، ده مش في الكوره هنا. الكوره دي اللي احنا بنتفرج عليها بره غير اللي بتتلعب هنا. انت نازل بتقول لهم خدوا اكسبوا، لعيب طري جونين من ناحيته هو والباك الغشيم اللي كذا مره وقعنا في كذا بيلين السيزون اللي فات. باك غشيم بيتزحلق دايما وبيرفع رجله دايما في يعني، ودايما اي وينج هيلعب على بنتايج قادر يلبسه بيلين. ان بنتايج غشيم مندفع، بعيد ان هو هجوميا كويس قوي بس هو دفاعيا غشيم ومندفع. والوينج اللي بيلعب قدامه طري، يا لهوي طري، ما بيرجعش يساند ولا يدافع. عبد الله السعيد النهارده بقى مش قادر يجري. عبد الله السعيد مش قادر حرفيا مش قادر يجري، مش قادر. انا شايف على وجهه نظر ان هو مش قادر يجري. دونجا النهارده عمل ميس باص في كوره بس رجع جابها تاني. يعني انا دونجا بقى احسن لعيب عندي يا جدعان. دونجا. محمد اسماعيل عمل كام ميس باص يقرفوا يعني. في ايه؟ خلاص كده بح دوري ابطال كمان بح. لسه الدوري طويل، لسه الدوري طويل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو ما خدناش الدوري نشارك دوري ابطال. ده هدفي من اول الموسم، ده هدفي من اول الموسم. بس يعني القصه ان هم كانوا بيدوك الدوري ده من اول 9 ماتشات، بيقول لك خد الدوري يا عم. يلا الحمد لله.